كتير بيشتكوا ان ترموستات التلاجة مش بيفصل، وده بيخلي الموتور يشتغل فترة طويلة في الصيف. كمل معايا بقية الفيديو وانا هشرح لك ايه الاسباب والحل. مساء الخير يا جماعة، اهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة هتكلم معاكم عن فيديو مهم جدا. ليه التلاجة ما بتفصلش في فترة الصيف؟ المشكلة دي ممكن تسبب ضعف التبريد او تجمد الاكل زيادة. في الفيديو ده هقولك ايه الاسباب عدم فصل ثرموستات التلاجة وطريقة اكتشاف العطل. لو الثرموستات عطلان ممكن تلاحظ ان التلاجة بتفضل شغالة فترة 24 ساعة. طب نعرف امتى ان الترموستات ده بايظ وعاوز يتغير، وازاي نتأكد ان هو شغال تمام ومفيش اي مشكلة؟ عندنا 3 أسباب. أول حاجة، لو أنت جايب البقرة فوق ال5 أو ال6 دي مشكلة. تاني حاجة، لو جلدة الباب مقطوعة والباب ما بيقفلش كويس، ده هيسبب إن التلاجة عمرها ما هتفصل. تالت حاجة والأهم، إن إحنا عندنا هنا ده دراع البامب بيبقى راكب في المراية، مفروض ده بيستشعر نسبة التبريد عشان التلاجة تفصل. طب ايه الحل؟ اول حاجة ان انت تظبط الترموستات على رقم 2. ده افضل طريقة انك تخلي التلاجة تفصل فترة الصيف بسرعة. لو جلدة الباب فيها قطع وفيها مشكلة لازم تتغير، ولو هي سليمة هتطلق عليها مية سخنة هتلاقيها اشتغلت معاك تمام. وعندنا هنا دراع البامب ده لو حاسس بالتبريد في المراية تلاقي التلاجة بتفصل معاك مظبوط. لو استفدت من الشرح دوس لايك واشترك في القناة كي يوصلك كل جديد. ولو حصل معاك نفس العطل ابعتلي في التعليقات وانا هرد عليك